في لعيبه انا عايز اقول يا ابني انت عايز إيه من الزمالك؟ يعني انت شايف الزمالك مشاكله قليله فانت جاي تزود مشاكل؟ يا ابني انت طبيعي؟ انت كويس؟ يعني انت بني ادم عاقل؟ طبعا اللعيب ده انتوا عرفتوه، يعني هو اشكوبانزا. بجد والله انا من امبارح من ساعه ما شفت الفيديو بتاعه وانا مش فاهم انت عايز ايه من الزمالك؟ يعني انت وانت مسافر من بلدكو كده وجاي عشان تلعب في الزمالك، قلت لهم انا جاي العب كوره ولا رايح مصر في نادي هروح ارازي عليه؟ اول ماتش طلعك المدرب قلبت وش، فاستبعدك تاني ماتش. سافرت بلدكو ورجعت متاخر فاستبعدك ماتش، فاتضايقت فاستبعدك ماتش، فمش عايز تقعد احتياط فاستبعدك ماتش، وكل شويه سوشيال وصور وعند حلاق وعند فيديو وانت بترقص وحاجات عجيبه بتعملها. يا ابني انت مجنون ولا انت عاقل ولا انت طبيعي ولا انت كويس ولا انت طب انت عايز ايه من الزمالك؟ طب يعني انت مالكش في حاجه غير الزمالك؟ مش فاهم. الزمالك عنده مشاكل كتير سواء مع لعيبه او مع موظفين او مشاكل ماديه ومشاكل في الفيفا وفي حكايات كتير مش ناقصه اللي انت بتعمله ده. فيعني اداره الزمالك واداره الكوره تشوف حل في شيكوبانزا ده. لو هو مخه سليم يكمل، مخه مش سليم يمشي. بجد سوقوه بدري بدل ما على الوضع ده كده مش هينفع.